ما هو الفرق بين حب الذات الصحي وبين النرجسية والأنانية؟ طيب، الفرق بين حب الذات وبين الأنانية وبين النرجسية كبير جدا، علشان لا حد يتهمكم يقول لكم، يشوفك واحد تحب نفسك يقول لك أنت أناني، أنت نرجسي. مو بكيفك، مو بكيفك. الحين أفسرها لك. حب الذات أعظم حب على الإطلاق في العلاقات الإنسانية، وأصدق حب، لأن الإنسان الذي يحب نفسه سيحب للآخرين ما يحب لنفسه، ويكره للآخرين ما يكرهه لنفسه. فهذا حب الذات. وعندما يمتلئ من نفسه، وعندما يريد حاجة يقضيها لنفسه، وعندما ينقصه شيء يملأه من نفسه. هذا حب الذات، لا يتعدى على الآخرين، ويحب للآخرين ما يحب لنفسه، ويعلم بأنه لا يمكن أن يتعدى على حقوقهم، لأنه لا يحب أن يتعدى أحد على حقوقه. حب الذات هو أجمل طريقة لأن ترتبط، لأن حبك لذاتك سيكون هو المقياس الحقيقي لارتباطك في علاقة صحية مع شخص صحي، لأنك عندما تختار ستضع حبك لنفسك مقياسا. أنت تحب نفسك، إذن ستريد شخصا يحبك. تحترم نفسك، إذن تريد شخصا يحترمك. لا تؤذي نفسك، إذن لن تريد شخصا يؤذيك. وتحترم نفسك، إذن لن تقبل بأحد يهينك. حب الذات هو أعلى درجة من الحب في العلاقات الإنسانية. الأنانية بعد ذلك هي أن تمارس حبك لذاتك وتفرضه على الآخرين. أن تمارس حبك لذاتك وتفرضه على الآخرين. شنو أفضل فيلم بالدنيا؟ الفيلم اللي أحبه طبعا. لا غصبا عليكم. طيب يلا نروح مطعم، بس المطعم اللي أنا اختاره، لأن أنا أحب مطعم معين. هذا هو حب الأنانية، أن أفرض ما أحبه على الآخرين، وليس بالضرورة أيضا أن يكون نرجسيا. الحين حب الذات حب صحي، أحترم نفسي وأحترم الآخرين، وأقدم لنفسي ما أقدمه، وأقدم للآخرين ما أقدمه لنفسي. الأنانية أن أفرض ما أحبه على الآخرين. النرجسية أن أقسم بالله دمار. النرجسي هذا شيطان على هيئة إنسان. تخيل أن يحب لنفسه كل شيء، ويتمنى أن ما يكرهه موجود فيك، ويتمنى لو حيزت له الأرض كلها ولا أحد فيها سواه، وأنتم خدم عنده. النرجسي يملأ نفسه من غيره حتى ولو كان يملك. الذي مستعد أن يفرغ كل ما فيك ليمتلئ هو حتى لو لم يبقى منك قطرة. الذي لو كان أعورا وذهب إليك وأنت أعور وقال لك أعطني عينك ليصبح عندي عينان، وهو يعلم بأنك ستصبح أعمى، ولكن مش مهم، المهم أنا. النرجسية، الأنانية، حب الذات مختلفين تماما. فلو شفتني مرة في يوم من الأيام حاط صورتي على كتابي أنا وسألتني، راح أقول لك كيفي؟ فلوسي وكتابي وكلماتي، وهذا ما هو غلط. لم أتعدى على حقوقك، فلا أسمح لك بأن تنعتني بالأنانية أو النرجسية. اتفقنا؟ حب الذات هو أعلى حب أو أصدق حب في العلاقات الإنسانية، وهو أيضا أفضل مقياس لاختيارك العلاقة الصحية، لأنك عندما تختار أحدا فإنك ستختاره بناء على علاقتك مع نفسك. أنت تحب نفسك ستحب من يحبك، وأنت تحترم نفسك ستدخل في علاقة مع من يحترمك. لا تحب أن تؤذي نفسك فلن تسمح لأحد بأن يؤذيك. فعلاقتك بنفسك الصحية هي المقياس الحقيقي لأي علاقة لاحقة مع شخص آخر. الأنانية هي أن تفرض ما تحبه على الآخرين. ليس هذا موجود في حب الذات الصحي. حب الذات الصحي أن أحترم ما أحبه وأحترم ما يحبه الآخرون، ولا أفرض نفسي عليهم ولا أسمح لهم بأن يفرضوا أنفسهم علي. الأنانية أن أمارس حبي لذاتي على الآخرين، ليس بالضرورة أن أؤذيهم، ولكن أفرض عليهم ما أحبه. أما النرجسية فهو الشيطان الأعلى الذي يملأ نفسه من الآخرين، ويتمنى لو كانت كل الكراهية موجودة في الآخرين، وهو
يملك كل الحب الموجود في الآخرين ليخدموه، وهو الذي يملأ نفسه من الآخرين. ولو كان بك قطرة من دم وكان هو بحاجة إلى قطرة واحدة ليكون عنده 1000 قطرة، سيأخذ منك القطرة الوحيدة لتموت ويحيا هو. والله إن معيشة ضنكا.